السلام عليكم خوت الحباب ديالي، لاباس عليكم بخير؟ يعني ديروا لايك وبارطاجيو وابوني. شكرا لكم. السلام عليكم خوت الحباب ديالي، لاباس عليكم بخير؟ يعني ديروا لايك وبارطاجيو وابوني. شكرا لكم. السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي راح نشوفوا فيه أغرب اللحظات اللي تم فيها القبض على أشخاص قاموا بالسرقة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لحظات غريبة وعجيبة وكيفاش أشخاص عاديين وشرطة تمكنوا من أنهم يلقيوا القبض على هاد الناس اللي قاموا بالسرقة. قبل ما نبداو هذا الفيديو، إلا جات على خاطركم خوتي وخواتاتي وتكرمتوا، اشتركوا في القناة وديروا إعجاب لهذا الفيديو باش الفيديو يشوفوه الناس بزاف. في هذا الفيديو كنشوفوا هذا الشخص وقف حدا هذه الدراجة النارية وهو يسرق منها هذيك الخوذة اللي معلقة فيها كما كنشوفوا، وجا حدا هذه السيارة وخباها في هذاك الصاك اللي هز معاه. هاد الكاميرات اللي كيصوروا هما ديال المراقبه اللي كيكونوا في الشارع وتيكونوا كذلك امام المنازل والمحلات. بعد ما دار الخوذه اللي سرق في الصاك، هنا غادي يمشي وغادي نتبعوه في الكاميرا. هاد الكاميرات ديال المراقبة كاينه الشرطة كتراقبهم. بعد ما شافوه في الكاميرا تسرق، اتصلوا بأقرب شرطة كاينه في هاد المكان، وفي الوقت اللي وقف هنا باش يقطع الطريق غادي توقف حداه الشرطة وغادي تلقي عليه القبض كما كنشوفوا. في هذا المقطع الآخر غادي نشوفوا واحد الشخص غادي يقوم بسرقة واحد الحقيبة يدوية من واحد الصاك ديال واحد المرأة. ها هي المرأة كتكلم في الهاتف وغيجي الشخص وراءها وغيسرق لها هذيك الحقيبة كما كنشوفوا. مباشرة بعد السرقة غادي يجيو رجال الشرطة اللي كانوا بلباس مدني وغادي يلقيو عليه القبض بعد ما كانوا كيراقبوه. في هذا المقطع غادي نشوفوا واحد الشخص غادي يسرق واحد الهاتف في هذا السوق وغادي يهرب، ولكن لسوء حظه غادي يسقط في هذا المكان وغادي يجيو الناس غادي يلقيو عليه القبض. بعد ما ضربوه مزيان غادي يديوه يسلموه للشرطة. في هذا المقطع غادي نشوفوا واحد الشخص بالدراجة ديالو غادي يسرق واحد الهاتف وغادي يهرب بسرعة كبيرة وغيضرب واحد السيد كان في الطريق وغيسقط في الأرض. هنا راه وقف الدراجة ديالو وغيحاول يهرب، الناس تسناوه حتى هرب عاد جاو تبعوه.
في هذا المقطع واحد الشخص دخل لهذا المحل باش يسرق. هنا السيد صاحب المحل اتصل بالشرطة اللي جات بسرعة، ثم غيخرج هذاك الشخص يحاول يهرب ولكن ما كانش محظوظ. الشرطة لقاها كتسناه غادي تلقي عليه القبض. في هذا المقطع كنشوفوا واحد الشخص حاول انه يسرق واحد المنزل، ولكن لسوء حظه انه حصل وهنا بقى معلق كيحاول انه يهرب، ولكن الناس ما غاديش يطلقوه غيتهلاو فيه. اعطي اضرب. هاد المرأة حسات بالعيا نعسات وخلات الهاتف ديالها في جنبها. ثم غيجي واحد الشخص يجلس جنبها وياخد ليها الهاتف. الشرطة اكيد مراقبة المطار، مباشرة بعد السرقة غادي يلقيو عليه القبض. في هاد المحطة الناس واقفين كيتسناو القطار. هاد الشخص اللي لابس الازرق كيتسنى الفرصة باش يسرق الهاتف ديال هذاك السيد اللي قدامه بلباس احمر. في اللحظة اللي وصل القطار الناس بداو كيتزاحموا باش يطلعوا. هنا غادي يجي هذاك الشخص اللي بلباس ازرق ولاحظوا انه سرق الهاتف في هذه اللحظة من جيب هذاك اللي كان قدامه. من بعد هذاك السيد ما غاديش يلقى الهاتف ديالو، غادي ينزل باش يقلب عليه. في هذه اللحظة كنشوفوه انه تيقلب على الهاتف ديالو. من بعد غادي يمشي عند احد المسافرين وغيطلب منه الهاتف باش يصوني التليفون ديالو. الشخص اللي سرق الهاتف مازال واقف تما، ربما كيتسنى شي ضحية أخرى، وفي هذه اللحظة غادي تجي الشرطة وغادي تلقي عليه القبض كما كنشوفوا. هاد السيد واقف مع هاد المرأة، ثم غيجيو جوج ديال اللصوص وغيسرقوا ليه الأغراض ديالو وغيهربوا كما كنشوفوا. هنا في هاد اللحظة راه تابعهم كيجري ولكن بدون فائدة. في الوقت اللي اعتقدوا على انهم صافي نجحوا في السرقة كانوا غاديين في الشارع وغادي توقف عليهم الشرطة وتوقفهم وتلقي عليهم القبض. لهذا المحل التجاري غيدخل واحد الشخص مسلح وغيبدا يهدد في هذاك الموظف باش يعطيه الفلوس. في الوقت اللي غادي يشوف في الجهة الأخرى غيجي هذا الرجل الشجاع وغادي يلقي عليه القبض ويحيد ليه السلاح. غادي يهرب ليهم ولكن غادي يلقيو عليه القبض ويديوه للشرطة. في هذا المقطع كنشوفوا واحد صاحب الدراجة وقف حدا هاد السيارة وحل ليها الكوفر ديالها وبدا تيسرق هذاك الشيء اللي فيها.
مباشرة بعد السرقة الشرطة شافته في الكاميرات وغادي تجي بسرعة وغادي يوقفوه ويلقيو عليه القبض. هذا المحل غيدخل ليه واحد الشخص مسلح وغيبدا يهدد في الناس من اجل السرقه. لسوء حظه غيجي واحد الشخص ما كيخوفوش التهديد وغيوقفوا عند حده. في هذا المقطع غادي نشوفوا واحد الشخص دخل لهذا المكان من اجل السرقه، ما كانش كيظن بانه غادي يلقى واحد المفاجاه. في الوقت اللي غادي يدخل غادي تجي الكلاب وغادي تلقي عليه القبض. هنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه.